السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل غدانا النهاردة مكرونة بشاميل. طبعا دي البصلة حطيناها شوية، شوحناها كده شوية خالص، يعني ايه، ما تاخدش لون. ونزلنا بعدها قوانص مفرومة، لحمة مفرومة. بعدها تنزلي باللحمة أو القوانص أو الكبد اللي عندك، وتقلبي كويس جدا، تقلبي كويس عشان يعني ايه تتكون مع البصل. بعد ما نقلبها هنوطي عليها، نقلبها كويس في البصل كده. بعدها هنروح بقى عشان نخرط الشطة الخضرة. عايزة تحط فلفل، شطة خضرة، اللي انت برضو عايزاه. في برضو ممكن تحط بابريكا، فلفل أحمر، فلفل أسمر، فلفل أخضر عادي. طبعا بعد ما وطينا عليها وسبناها على النار، نار هادية، هننزل كده على طول بالفلفل الأخضر أو الشطة الخضراء اللي متقطعة. عايزينها حرقة ماشي، باردة ماشي. ونبدأ إن احنا نقلب كويس جدا. هنقلب ونسيبها بقى على النار الهادية. بعدها بقى هنيجي بالبهارات. معانا هنا الكمون. طبعا مش هنحط كمون، معلش. البهارات، بهارات اللحمة والملح والبابريكا والفلفل الأسود. وننزل كل ده. الملح يا جماعة يعني ايه، هنحط من كل ده نص معلقة صغيرة، نص معلقة شاي من البهارات. فلفل أسود، بابريكا، بهارات لحمة، ورق غار مطحون، مع نص معلقة جنزبيل مطحون، ومعاها الملح. وننزل كل ده على اللحم زي ما حضراتكم شايفين، ونقلب كويس جدا ونسيبها. طبعا ده يا جماعة معانا كده عصير برتقان بالشمندر، يعني كفاية الفوائد اللي فيه. أنا بحثت عن الفوائد اللي فيه، لقيتها بسم الله ما شاء الله فوائد يعني عظيمة لا تقدر بثمن. طبعا اللحمة كده خلاص طابت معانا اهو زي ما حضراتكم شايفين. ونسيبها لحد ما تستوي، لونها يتغير. هنيجي هنا بقى في الماء، نحطها على النار عشان المكرونة البشاميل. هنيجي هنا بقى نعمل البشاميل. هننزل بمعلقة كبيرة سمنة، المعلقة اللي حضراتكم شايفينها دي، ونقلب كويس. وننزل بمعلقة كبيرة زيت. في ناس كتير ما بتعرفش تعمل بشاميل، بتشتريه جاهز من بره وتعمله هي في البيت، تكمله في البيت. هنقلب كويس لحد ما السمنة تسيح في الزيت. ننزل بقى بالدقيق، 4 معالق كبار زي اللي حضراتكم شايفينها دي، 4 معالق دقيق. ونبدأ اللي احنا نقلب كويس جدا، نقلب عشان ما يحصلش اللي هو يكلكع. أول ما يبقى القوام متجانس ويبدأ اللي هو يتماسك ولونه يتغير للون المتكرمل، ويبدأ اللي هو يغلي، هننزل باللبن. عايزة بقى تنزلي باللبن هو سايل، الأفضل اللبن ما يكونش سخن، اللبن ما يكونش مغلي، اللبن يكون بارد. لو برضو نزلت باللبن متلج أحسن عشان ما يكلكعش زي ما حضراتكم شايفين. ده لبن بقري عادي، لبن جاموسي ماشي يمشي. هننزل كده ب2 كيلو لبن أو كيلو ونص، حسب الكمية اللي حضراتكم هتعملوه. ونبدأ اللي احنا نقلب. هننزل بقى ببهارات اللحمة والفلفل الأسود. احنا حطينا ملح كتير على اللحمة، خلاص مش مضطر اللي احنا نحطها على البشاميل. هنوطي برضو عليها عشان ما يتلهفش. أول ما يبدأ اللبن المتلج يسيح معانا، اللبن المتلج يا جماعة أفضل من إنك تسيحيه على النار وبعدين تحطيه على البشاميل. طبعا أول ما يبدأ اللي هو يعني يوصل للقوام ده، هنبدأ على طول ننزل عليه بالشوربة.
هننزل عليه ببولة شوربة متوسطة، يعني كوبايتين شوربة كده. وده برضو اللي احنا نقلب هنا بقى يجي الوقت اللي احنا نعلي فيه النار عشان اللبن المتجمد ده يسيح. هنقلب كويس ونيجي هنا في الحلة، هنا حطينا المكرونة اهو، ونقلب كويس. مش عايز اقول لكم يعني كان طعم المكرونة بسم الله ما شاء الله، طعم حكاية. هنيجي هنا البشاميل هنا نقلب كويس، نقلب لحد ما يبدأ القوام بتاعه يتماسك. البشاميل ميزته اللي هو ميبقاش لا تقيل ولا خفيف جامد، يعني ميبقاش كده زي العصير او زي المية خفيف، ولا يبقى تقيل زي الكاستر او زي المهلبية. في ناس بتعملها كده. زي ما حضراتكم شايفين يبقى بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده. برضو هنفضل نقلب نقلب نقلب. هو القوام ده قوام مثالي. معلش البخار هو اللي كان عامل على بس انا كنت بحاول على قد ما اقدر اني احوش البخار ده بعيد. طبعا نقلب كويس، نقلب نقلب. البشاميل يا جماعة طعمه احلى من طعم اللحم. هو اللي بيدي المكرونة طعم، هو اللي بيدي المكرونة روح، هو اللي بيدي المكرونة معنى. زي ما حضراتكم شايفين كده القوام ده قوام مثالي. ده القوام المثالي زي ما حضراتكم شايفين، لازم يبقى قوامه بالشكل ده. هنبدأ بقى نيجي هنا ندهن الصينية بتاعتنا من على الأرضية بشاميل. هي دي طريقتنا. أنا قلت هي المقادير بتبقى واحدة، بس طرق الطبخ بتختلف. يعني في ناس يقول ده الطبخ ده أحسن من طبخ الشيف التاني، أو ده في ست بتطبخ طبخها أحسن من طبخ أختها. أهو هنجيب المكرونة برضو ونبدأ اللي احنا نقلبها في حلة كده بكبشتين بشاميل، ونحط كبشتين بشاميل معلقتين كبار كده في قعر الصينية. نص المكرونة يا جماعة هنحطها في القعر، في قعر الصينية، ونحط اللحمة على وش المكرونة، نسويها كويس زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا طالب من كل اللي بيشوف الفيديو ده اللي هو يعمل ايه، يعمل لايك ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليق. وهننزل كده بالوش التاني للمكرونة، ونبدأ برضو اللي احنا نوزع السطح كويس جدا. مش عايز اقول لكم يعني الريحة ما شاء الله. هننزل بقى بالبشاميل زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نوزع البشاميل كله على وش المكرونة كده زي ما حضراتكم شايفين. ونيجي بعدها نوديه فين؟ ندخله الفرن، ندخل الصينية الفرن. أول ما ندخلها فرن الكهرباء أو فرن الغاز هنسيبها في الفرن لحد ما الطروف تبدأ تحمر معانا. الطروف تيجي تحمر معانا هنبدأ اللي احنا طبعا معانا العصير اهو، البرتقان. اتفضلوا معانا اشربوا عصير برتقان بالشمندر اللي هو البنجر الأحمر. بنضربه في الخلاط ونصفوه كويس جدا، بنضربهم مع بعض. هنا معانا المكرونة اهيت يا جماعة بعد ما استوت. بسم الله ما شاء الله، الله على الريحة، الله على الطعم، الله على الشكل. طبعا الكاميرا ظلمها، ده الكاميرا يا جماعة هي أول حاجة بتظلم الصور، يعني الكاميرا هي اللي بتظلم الصورة. طبعا معانا المكرونة اهيت عشان تتفضلوا معانا بقى نتغدوا سوا. ده العصير اللي قلت عليه لحضراتكم، ودي المكرونة. كده وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا استفدتم مني ولو معلومة صغيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.